اركني بقى الفينو على جنب ويلا بينا نعمل العيش الحلو ده. هينفع معانا ايام المدارس، هينفع معانا في اللانش بوكس، هينفع معانا جنب المشويات، هينفع معانا في الحواوشي، في حاجات كتير. فيلا بينا بقى، لو ميزانيتك كده بتخرم معاكي في نص الشهر ولا في اخر الشهر، يلا كده نجيب نص كيلو من الدقيق ونعمل العظمه دي. العظمه دي ب4 كوبايات من الدقيق او بنص كيلو دقيق، ومش هيكلفك اي حاجه. لو شفتي تكلفه العيش ده ورمى معايا كام رغيف هتقومي تعمليه حالا. طريقه تسويته سهله جدا من غير فرن. اول حاجه المج اللي انا هعاير بيه كل حاجه، هعاير بيه كل حاجه. انا جبت كده طبق وحطيت فيه كوبايه ونص من الميه الدافيه، وكمان زودت عليهم في حدود معلقتين ميه. ده المج اللي انا هعاير بيه. نزلت في قلب الميه بمعلقه سكر، وهنزل كمان بمعلقه من اللبن البودره، وهنزل كمان بمعلقه من الخميره الفوريه. اهم حاجه ان الميه تكون دافيه معايا مش سخنه، دافيه علشان نخمر معانا العجين. هنزل كمان بمعلقه من الخميره الفوريه، وهنزل كمان بذره من الملح. وهبدا ان انا اقلب بقى الميه الدافيه بالمعلقه اللبن البودره، معلقه الخميره، معلقه السكر، وكمان بنطره الملح او ذره الملح. انا هعمل نص كيلو دقيق، لو انت هتعملي كيلو دقيق ابقى حطي معلقتين لبن بودره وحطي كيس الخميره الفوريه كله. بس بصراحه انا اول مره كنت اجرب العيش ده، فقلت هجربه في 4 كوبايات دقيق اللي هم هيكونوا نص كيلو من الدقيق. وما حطيتش اي حاجه تاني، لا احتجت لا ميه ولا احتجت اي حاجه. هي كوبايه ونص من الميه الدافيه، وحطيت كمان معلقتين ميه فقط، حبه صغيرين كده. بدات بقى ان انا هشيل المضرب ده وهبدا ان انا اعجن. في المرحله دي انا محتاجه ايدي عشان انا محتاجه اعجن كويس. نضفت الرخامه ولميت العجينه بتاعتي بايدي وبدات اعجن على الرخامه لحد ما أنا كل العجين اللي في ايدي طلع في قلب العجينه. العجينه بقت بتلزق بعد العجن، بس مش بتلزق في ايدي خالص. يبقى احنا كده وصلنا للقوام المناسب. هجيب الطبق طبعا اللي انا كنت عاجنه فيه او حاطه فيه العجينه في الاول، وهبدا بقى احط العجينه بتاعتي. انا عايزه بقى العجينه بتاعتي تخمر وتبقى كويسه. اليومين دول بالنهار الجو دافي، فهي ما خدتش خمر حاجه. انا حطيت عليها كده كيس تلاجة، عندك استرتش راب غطيها، مش هتقول لا، او حط فوطه واحطها كمان في مكان دافي علشان تخمر معايا. خمرت معايا وما شاء الله ومش ملزقه. لو انتوا شايفين العجينه كانت لازقه في الكيس، انا لميت العجينه اللي كانت في الكيس بسرعه وبكل سهوله. رشيت كده على الرخامة شوية من الدقيق، وجبت الصينية اللي انا هقرص فيها او هبدأ ان انا اخمر فيها ال- العجينة تاني بعد لما اقرصها او اكورها. حطيت برضو شوية من الدقيق وبدأت ان انا اكور كده كور صغيرة. في كل مرحلة من التخمير هيفرق معاكي جدا في سوى العيش. خلصته كده وبرضو حطيت عليه الكيس وهغطيه برضو بالفوطة، وهسيبه شوية يا بنات يخمر لحد ما هنرجع له تاني. هتلاقي الكور دي نفشت وزادت كده. دي مرحلة مهمة برضو في التخمير، ان هي في كل مرحلة بتخمر معاكي هيفرق معاكي